في موضوع منفصل، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عزمها خوض إضراب وطني ل4 أيام يبتدئ اليوم الاثنين ويمتد إلى غاية الخميس المقبل، في برنامج تصعيدي سيعرف تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية. نادية الجرمي والمزيد من التفاصيل. يتواصل الاحتقان داخل قطاع التعليم بالمغرب في ظل استمرار إضراب رجال ونساء التعليم عن العمل، إضراب وصل يومه 14 خلال الدخول المدرسي 2023-2024 بالمؤسسات التعليمية العمومية المغربية، رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وخلقت الإضرابات المتتالية أزمة حادة داخل الوسط التعليمي، مما جعل آباء وأمهات التلاميذ يطالبون الحكومة بضرورة إيجاد حل عاجل والتدخل لوقف هذه الأزمة لإنقاذ الموسم الدراسي ووقف هدر الزمن البيداغوجي. وإضافة إلى الإضراب الوطني والوقفات والمسيرات، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تصعيد احتجاجاته عبر اتخاذ خطوات نضالية موازية حددها في الانسحاب من مجالس المؤسسات ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، وكذا مقاطعة البطولات المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية، إضافة إلى تجميد العمل داخل الأندية التربوية ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والتكوينات، وضمنها ما يتعلق بالمدرسة الرائدة. كما قرر مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في المعركة عبر الامتناع عن تقديم الدروس. فنساء ورجال التعليم بالمغرب يخوضون إضرابا وطنيا لعدة أسابيع احتجاجا على مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، والذي لم يستجب لمطالب الأساتذة والأستاذات ولم يرقى إلى مستوى التطلعات حسب قولهم.